أنا أسماء، وحكايتي البنات مع أختي ماشي بحال أي حكاية. غادي نبداها لكم ملي كنت أنا وأختي الكبيرة عايشين مع الوالدين قبل ما يتوفاو. كنا كنقراو بحال أي خواتات، مرة مصالحين ومرة مناقرين، يا إما على الحوايج يا إما على الشقا ديال الدار. المهم كل مرة واش كان بيناتنا غير 4 سنين في العمر، يعني مقاربين، ولكن بيناتنا اختلاف كبير في الطبع والمزاج وحتى الميولات. كانت هي الكبيرة وهي العاقلة الرزينة اللي كتصبر وكتراعي بزاف ديال المرات كتسمح ليا في حقها. اما انا كنت مفشه شويه وعنيده وحتى حاجه ما عجباني. كنبغي ندير غير اللي قالها لي راسي وما كنتسوق لحتى واحد. خلاصه القول البنات كنت انانيه وعجبني راسي، وهذا الشيء اللي خلاني ديما فشلت لي نقطع لك، لا مع هاد اختي ولا مع الوالده. كنا بزوج كنقراو وكنعسو في نفس الغرفه لاننا الوحيدات عند والدينا اللي حتى هما كانوا كيلاحظوا الاختلاف اللي كان بيناتنا، وديما كيدخلوا باش يفكوا المشاكل اللي غالبا كنكون انا السبب فيها. علاش؟ حيت ديما كنلبس لها حوايجها وكنستعمل لها مكياجها وحتى صبابطها وصنادلها. كانت واخا كتعصب مسكينه شي وقت كتنسى وكدوز كلشي بحال الا ما وقع والو. كانت سابقه نختي ب4 سنين ديال القرايه، هي خدات الباك ودبرت عليها واحد صاحبتها في الهجره لاسبانيا، وانا بقيت حتى خديت الباك وتسجلت في الكليه. ومن سوء الحظ العام الاول ليا في الجامعه توفى الوالد، وبعد 3 سنين توفات حتى الوالده. الاخت ديالي كانت كتجي غير في العطل الصيفيه من غير فاش مرض الوالد او فاش توفات الوالده. اللي توفاو الوالدين بقيت البنات عايشه بوحدي في الدار. ومره كتجي عندي واحد المراه كنقولوا ليها دادا، كانت تقريبا ديما كتجي تجلس مع الوالده فاش كانت حيه باش تعاونها. فاش بقيت بوحدي ولات كتجي تعمر عليا في الدار. اما اختي في الصراحه عمرها تخلات عليا، كتصيفط ليا ماندا شهريه زياده على الحوايج والسكان وكلشي اللي طلبتها عليه. وكانت كتقول لي غير قرا يا اختي، ما غادي تخصك معايا حتى حاجه. في هاد الفتره حسيت بفراغ كبير وتلفت حتى على قرايتي. كنمشي للامتحان ما كندخل حتى ماده. في الاخير عرفت راسي ما مطفره حبست الكليه وهنيت راسي. واحد النهار اختي جات للمغرب وفكرت تزوج، وقالت واخا يكون راجل كيسكن في المغرب ما عندهاش مشكل، يقدروا يتزوجوا ويبقى هنايا حتى تطلع ليه الوراق. في الاخير ما لقات ليها دادا غير واحد الراجل خدام في البنكه، تلاقاو وتفاهمت معاه وتزوجوا. شنو فكرت اختي؟ قالت انا كاينه غادي يبقى معنا في الدار، ملي تمشي هي يبقى معاه شي حد اللي يراقبو ويعرف شنو كيدير والتحركات ديالو كاملين. قالت ما كاينش اللي تامن ليه من غير اختها بنت امها وباها. وفعلا تزوجوا وجا جلس معنا في الدار. دادا كتجي تجلس معنا حتى هي. مع المده حملت اختي وولدت وليد، بقات 4 شهور ديال النفاس وهي تقطع عليه الرضاعه وخلاتو ومشات ورجعت لخدمتها. بقينا انا ودادا مقابلين داك الوليد وبا حتى هو معانا، وماماه كتجي مره مده شهر او شهرين وكترجع. صافي راجلها بقى كيحكر على الوراق لانهم تعطلوا عليه، وهو اصلا يمكن تزوج بها غير على قبل تيه لاوروبا، حيت هو كان غير كيسي في البنكه، ما كانش عنده شي منضأ او منصب كبير. كان هذاك هو الحلم ديالو باش يحسن الوضعيه. بدا كيناقش الموضوع مع اختي، واختي كتقول ليه بان هي براسها ما ناوياش تبقى تماك حياتها كلها، بغات غير تكمل الدار ديالها في المني وترجع للبلاد دير شي مشروع صغير وتكمل حياتها في بلادها. المشكل ديالي مع اختي البنات غادي يبدا فاش كتجي للمغرب وكتكون مع راجلها. ملي كنشوفهم مع بعضياتهم كنحس بحال الا جاتني الغيره. طرشي ملي كتجي كتبدا تولي مهليه في راسها، كتقاد ليه وكتلبس احسن ما عندها، حتى هو كذلك كيكون فرحان وناشط. وشويه بشويه وليت وقت ما نشوفهم دخلوا ينعسوا في بيتهم كتشدني السعره. وما كنكرهش حتى انا يكون عندي راجل يشارك معايا حياتي، كترشي مع الفراغ اللي رجعت كنعيش فيه بعد ما حبست قرايتي. واخا ماديا ما كان خاصني والو مع اختي. المهم البنات كل نهار عندي ولا كيدوز بحال الاخر. كنعاون دادا ولا شاط ليا شي وقت كنخرج نجيب دويره مع صحاباتي. يوم على يوم الشيطان كيقرب مني وكيسيطر على تفكيري، وعوض نقلب على شي ولد الناس نتعرف معاه ونتزوج به ونشارك معاه حياتي، بدا الانتباه ديالي كيحوم على راجل اختي اللي اختي اصلا مأمناني عليه ودايره فيا ثقه عمياء. وباش تعرفوا التفكير ديالي الشيطاني، ملي كتكون دادا كنلبس لباس عادي ومحتشم حيت كنعرفها واحد السيده محافظه ما كتبغيش قله الدين. وملي ما كتكونش كناخذ راحتي وكنلبس غير اللبس ديال الاغراء بحال الكولونات المزيرين والديباردور وداكشي. في الاول كان راجل اختي ملي كيشوفني لابسه شي حاجه ماشي هي هذيك كيدور وجهه وكيقلب الشوفه لجهه اخرى باش ما يتحرش
ولكن بشويه بشويه رجعت كنجي عاديه، يعني واخا كنكون لابسه شي حاجه مشوهه كيشوف فيا عادي. صافي بشويه بشويه الامور كتطور بيني وبينه، حتى لقينا راسنا كنشركو الفراش. انا ما كنتش سهله وهو ما كانش قوي لدرجه انه يقاومني بالسيف. البنات كيفاش غادي يقاوم مرا زوينه ومراته في بلاد اخرى ومعاه في الدار بنت صغيره وزوينه وكتر من داكشي كتبرج قدامه النهار كامل؟ شهر على شهر وعام على عام وعلاقتي مع راجل اختي كتطور. ملي كنكونوا غير انا وياه في الدار ناخدو راحتنا، وملي كتكون اختي ولا دادا كنجمعو نطويو وما كنبينو حتى حاجه، حيت الا فات حتى تعرفات شي حاجه انا وياه ما صرنا الزنقه. بقينا هكاك ولد اختي دار 3 سنين ولا كيمشي لاكريش. واحد النهار جات دادا على غفله وحلات الباب بشويه ودخلت. كان نهار السبت وراجل اختي ما خدامش، وكنت انا وياه في الغرفه ديال اختي الفوق بايتين. دخلات وبقات كتسارى بلا ما دير الحس. شويه كنسمعها كتعيط لولد اختي باش يجي لعندها. ولد اختي كان ناعس. ديك الساعات ما جاوبها حتى واحد، وبقات كتعيط بسميتي. مشات فيقات الدري وكتقول لي فين هي خالتك؟ واش انت بوحدك في الدار؟ واش خلاتك بوحدك في الدار؟ وفين باباك؟ صافي انا شفت السيده تعصبات مزيان. لقيت راسي مجبره نطلع عليها من الفوق باش تعرف بانني كاينه وما خليتش الدري بوحدو. صافي السيده بحال الا ضربتيها بموس. علاش نطلع عليها من الفوق والفوق كتنعس فيه غير اختي وراجلها؟ سولتني شنو كديري الفوق؟ قلت لها راه غير فلان ما كاينش، قلت نخمل هاد الفوق. ودادا عارفاني انا ماشي شي وحده حاد قال لي غادي تنوض تخمل مع 9 ديال الصباح. وحتى فاش قلت لها راجل اختي ما كاينش ما صدقاتش. المهم الفيلم كله ما كان مسروطش ليها. شكات بقات سامره النهار كامل باش تعرف واش راجل اختي كاين ولا لا. لحق وقت الغدا وقالت لي عيطي لي يدخل يتغدى. قلت لها نخليو لي غداته حتى يرجع. صافي البنات السيد بقى حاصل الفوق بلا غدا بلا عشاء. في الليل بقات سامره عليه واش دخل حتى لواحد الوقت. الصباح ديال الحد ناضت سولتني واش هذا كيفاش بات في الزنقه وهو كاع ما مولفاش ليه يبات؟ واش علمك ما غاديش يجي؟ قلت لها لا راه قال لي ما جايش، بيت عند صاحبه. دارت بحال الا مشات تقدا وتجي. استغليت انا الفرصه، قلت ليه خرج ما حدا ما كايناش باش نقول لها بانك جيتي ملي ما كانتش هي اللي مشات للسوق. ديك الساعه اللي فراس الجمل فراس الجمال. السيده ما مشاتش للسوق ما والو، بقات مقنته في راس الدرب وحاضيه باب الدار واحد نص ساعه وهي ترجع. حاولت نقنعها، قلت لها راه يلاه جا. قالت لي سيري كدبي على راسك، شنو كنتو كديروا بزوج وشنو بيناتكم؟ وشنو كطمعوا مورا ديك المراه اللي مسكينه كتضرب تماره في الغربه وانتم عايشين بتغراده وفلوسها ومبرعين ما خاصكم حتى خير؟ بقات كتغوت حتى وليت خايفه على الجيران يسمعوا. المهم انا من صلابتي وقبحتي بقيت نرد عليها. قلت لها واش لقيتينا سالتين حوايجنا جمعي فمك من التخربيق. وانتي لاش جايه اصلا باش من حق تهضري معايا؟ انتي ماشي امي ماشي با. صافي دادا بقات كتغوت حتى هي وبقات كتهددنا باش توصل لاختي كلشي اللي كاين. وفعلا داكشي اللي دارت، عاودت لاختي كلشي اللي وقع. راجل اختي واخا داكشي كامل كان كيحشم من دادا بزاف، بقى كيطلب فيها وكيقول لها لا راه غير ما كنتش، راني كنت بايت عند صاحبي يلاه جيت غير تهدني راه ما كاين والو. ولكن هي ما صدقت حتى واحد فينا. ملي اختي وصلتها الخبار عيطت لي وسولتني اش واقع. كنت اول مره كنعرف راسي على انني فعلا واحد الواقحه واحد المصندله بحالي ما كاينش. تدو ليا عينيا ما بقيتش كنفكر في علاقتي مع اختي، ما بقيتش كنفكر نغطي الموضوع وننكر. اللي كان كيبان ليا هو نفش فيها الحقد اللي كنت كنحس به ملي كانت كتكون مع راجلها، والسم اللي كان كيسرح فيا وهي كتمتع به وانا كنشوف. وليت كنشوف بان داك الراجل من حقي ماشي من حقها، وبالنرجسيه اللي مسيطره عليا وليت بغيت نريب على ظهرها كلشي ونشتت ليها عشها ونهرب ليها براجلها ويكون ديالي بوحدي. خرجت فيها عينيا وقلت لها انا مع راجلك وكيبغيني وكنبغيه، تقبليها ولا لا تقبليهاش واللي عجبك ديريه. ديك اللحظه ماشي غير راسي اللي حطيت في مأزق، حطيت فيه حتى راجل اختي اللي ما بقاش لاقي ما يقول. ما خليتش ليه الوجه اللي قابل بيه اختي. قلت لها داكشي وانا الغرض ديالي نفرقهم ونخرج. ديك الساعات كنت ناويه نخرج من دارها انا وياه، ولكن الصدمه هو انه صمم يبقى، فضل يبقى مع مرته وولده. اضطريت ديك الساعات نجمع حوايجي ونخرج، لان الدار دار اختي وماشي دار والديا، حيت حنا اصلا كبرنا غير في دار ديال الكرا. دازو 2 سيمانات على الواقعه جات الاخت ديالي باش تفاسر هي وراجلها بخصوص اللي وقع.
هو بقى مصر على انه ما بيني وبينه والو، ولكن اختي كتثق في دادا بزاف، وكترشي ملي انا اللي مولات الشأن اعترفت ليها. كنت ناويه اختي تجري على راجلها ويخلى ليا الجو، نمشيو نكريو انا وياه ونكملوا حياتنا، ولكن كلشي تقلب ليا على راسي. اختي عندها وليد معاه، وهو لاخر لحظه بقى مصر على انه مظلوم وما كاينه حتى علاقه بيني وبينه. اختي فضلت تحافظ على دارها وعلى بات ولادها، ورجعت اللومه لراسها على انها هي السبب في كل شيء. هي اللي حطت العافيه حدا ليسانس، وهي اللي قبلت الخدمه ونسات ان الراجل غير راجل اللي تخليه المراه الشهوره، ولا بدا واحد النهار يغلط واخا يكون فقيه. اما انا حلفت عليا عمرني نوصل دارها. صافي انا خسرت اختي وخسرت قرايتي، ولفت الفلوس ساهلين ونلبس فابور من عند اختي وعلى ظهر اختي، وكون غير يقر فيا الخير. بقيت من دار لدار حتى لقيت واحد القوريه كبيره في السن، بقيت مقابلها مقابل واحد المبلغ ديال 1500 درهم في الشهر. حسيت في الاخير بالذنب اللي درت مع اختي، وعرفت بحقها وبالحنان ديالها اللي فقدت بسبب ساعه ديال الطيش والتهور. كنحس بذنوبها خرجوا فيا، لا قرايه كملتها، لا خدمه مزيانه تليق بيا، لا عائله تسندني. من بعد العشرة والكبرياء والعيش الرغيد اللي كانت موفره ليا اختي، صبحت خدامه في الديور. خلاصه القول البنات، الله يسمح لي من حق اختي ويغفر لي على داكشي اللي درت معاها. دابا ملي نضجت عاد عرفت بان الاخت الكبيره راه هي السند من بعد موت الام، كترشي كانت حنينه وبحال اختي. هذه هي قصتي البنات اليوم، كنتمنى تكونوا فهمتوا المغزى ديالها. واللي عجبو منبر حكايه نسائيه يدير لايك ويشترك في القناه ويكتب لنا تعليق. مرحبا والف مرحبا، كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم.